جميل أن نسمع، جميل أن نحفظ. قبل أن أدخل أحبتي الفضلاء في موضوع المحاضرة وصلبها، سأعلق على موضوع والله الذي لا إله غيره. ما يحصل حدث في الشارع تشوفه بسيارتك ولا في التلفزيون ولا خبر في الإعلام ولا تقرأ في جريدة إلا وقد فصل الله عز وجل فيه تفصيل لكل شيء، الذي فعل ماذا سيحصل له، والمفعول به ماذا سيحصل له، والله المشاهد ماذا سيحصل له لو فعل كذا، وماذا سيحصل له لو فعل كذا، تفصيلا لكل شيء. بالأمس تناقلت وسائل الإعلام والجوالات انتهت بمشهد حصل في سوريا. أسأل الله جل في علاه أن ينصر أهلنا في الشام، أهل السنة يا رب العالمين، وما ذلك على الله بعزيز، ووالله إنه لآت. رجل دفنوه حيا، فالبارح المصائب تجيني كلها اللي يتأوى واللي ولا ينامون، رسائل تنزل دم مو بدم. ما رأيت المشهد أنا اليوم، خرجت من صلاة الجمعة فتحت المشهد فرأيت المشهد فقلت سبحان الله، اقسم بالله يا جماعة الآيات تراطمني كما تراطم الأمواج عن هذا المشهد. هذا المشهد فيه معاني عظيمة. المعنى لن أقولها بالترتيب، لكن من المعاني أنها حجة على حكام المسلمين أجمعين. والله لا يسمع